انت معرض بنسبه كبيره لتغيير المفاصل مع التقدم في السن لو عندك عرض من الثلاث اعراض دول ومش بتعالجهم. رقم واحد، الشتاء بيدخل من هنا وعظمك ومفاصلك كلها بتوجعك من هنا. رقم اتنين، ركبك بتطقطق وانت بتصلي مع ان سنك صغير. رقم تلاتة، رياضي وبتشيل اوزان تقيله وعضلاتك ما شاء الله، وده طبعا بيعمل حمل على المفاصل اكتر من الطبيعي. قولي كده في التعليقات عندك من الاعراض دي ولا لا، واعمل سيف للفيديو لاني هقولك ازاي تتجنب المشكله دي من دلوقتي. انا دكتوره اسماء حسين ودي قناه بلد المليون دكتور. تكوينه العظام بتكون عباره عن الاتي: عظمتين ماسكين في بعض باربطه وبينهم سائل لزج. الاربطه دي محتاجه الكولاجين، والسائل اللزج ده عباره عن هيالورونيك اسيد. هو مش الهيالورونيك اسيد ده بتاع البشره؟ لا يا ستي، ده لما اكتشفوه بالصدفه علشان مرونه العظام، ولقوا انه هو كمان بيعمل مرونه في البشره. يعني الترند بتاع الهيالورونيك اسيد ده اكتشفوه صدفه. فعلشان تحافظ على صحه مفاصلك محتاج الكولاجين ومحتاج الهيالورونيك اسيد. فاورجانيك نيشن حلت لك المشكله دي انها نزلت لك كبسولات موف ماستر، ودي فيها كولاجين وفيها هيالورونيك اسيد ومواد تانية كمان علشان صحه العظم والمفاصل. بتاخد كبسوله الصبح وبالليل بعد الاكل وهتلاقي مفاصلك زي الحديد. اعمل شير بقى للفيديو للشخص اللي عارف انه بيشتكي دايما من مفاصله، وما تنساش تشترك في القناه لان معلومه واحده تقدر تنقذ حياه.